بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن دولة الجزائر والمخطط الغربي التي يريد الغرب تطبيقه على الأراضي الجزائرية وتقسيم الجزائر إلى دويلات صغيرة. سوف نتحدث في هذا الموضوع بشكل مفصل، لكن قبل ما نبدأ الفيديو، بالنسبة للإخوة الجزائريين التي سوف يشاهدون هذا الفيديو، يجب أن يعلموا بأن أنا لست ضد وحدتهم الترابية، بالعكس أنا مع وحدتهم الترابية، وأنا مغربي والمغرب والجزائر إخوة. وننطلق بالدويلة الأولى المراد إنشاؤها، وهي جمهورية الشاوية، والتي سوف تتمركز بالدرجة الأولى في الولايات أو المحافظات كما يصح التعبير عنها في المشرق، وتتمركز بالأساس بخنشلة، سوق هراس، وصولا إلى تبسلة. وهذه المنطقة سوف تكون مطلة على البحر، وسوف تكون محدودة جدا في المساحة. بالإضافة إلى هذا يريدون أن يقوموا ببناء دويلة أخرى ثانية، وهي جمهورية القبائل، والتي تتمركز بالأساس في منطقة القبائل. وكما تشاهدون الرمز الأمازيغي لعلم هذه المنطقة، فتتمركز بالأساس في ولايات مهمة مثل تيزي وزو وجيجل وسطيف وصولا إلى بوعروج. وتعتبر منطقة القبائل أكثر منطقة قدمت الغالي والنفيس من أجل تحرير الجزائر. ونمر إلى الدويلة الثالثة، وهي جمهورية المزابية، وتحديدا قومية المزاب، وهي قومية من القوميات التي تعتبر الغير ناطقة باللغة العربية، وتتواجد بالأساس في وسط الجزائر، ومن أهم المدن أو الولايات الموجودة فيها وهي الغرادية. وأيضا منطقة الطوارق أو جمهورية الطوارق، وهي المنطقة أيضا يغلب عليها الطابع الأمازيغي، ولكن يتكلمون باللغة التارقية، ويشتركون مع مالي وبعض الدول في جنوب الصحراء في هذه اللهجة. ويريدون أن تكون دولة مستقلة، وأن تكون تنران، وهي أحد أكبر مدنها، أن تكون عاصمة لها. وأيضا يريدون أن يقوموا بتفتيت الصحراء الشرقية وإدخالها في المملكة المغربية، أو إقامة دولة مستقلة عن الجزائر. ومن أبرز مدنها بشار، تندوف، مغنية، تلمسان إلى آخره. وكذلك لا ننسى ما تبقى لدولة الجزائر، العاصمة وعنابة فقط. وهذا المخطط لديه العديد من الركائز التي يرتكز عليها، وهي بالأساس اللغوي، وتقديم الأعلام لهذه الدول، وتشجيع النعرات داخل هذه المناطق، وقول بأن النفط في الولايات الجنوبية لا يجب أن يستفاد منه أهل الشمال، وأهل الشمال لا يجب أن يصدروا المنتوجات الفلاحية إلى أهل الجنوب، وأن يكفوا احتياجاتهم الداخلية وكذا وذلك، يعني حتى تشعر كل منطقة بأن منطقتها مهمة جدا. وفي الحقيقة هم يدمرون أنفسهم بأنفسهم. أما الآن فقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا نال الفيديو إعجابكم، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا على لايك، تضعون تعليق نظركم. هل يجب على الجزائر أن تقسم إلى دويلات، أو أن تبقى دولة واحدة متمسكة بتقاليدها وعاداتها وأصولها؟ المهم أنا مع الجزائر، وأتمنى أن تبقى دولة واحدة مجتمعة، ولا أريد أن تقسم، لأن أغلبيات شمال أفريقيا يريدون أن تبقى دول موحدة، وأن يكون المغرب العربي موحد، وأن ترجع العلاقات رغم أنها لم تكن أصلا للأسف. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم.